كل عدو بيكون عدو، ومش كل حليف عمره ما خان. في الشرق الاوسط الحكايات اللي اتحكت لنا عمرها ما كانت الحقيقه الكامله. اتقال لنا انه في صراع، واتقال لنا انه في مقاومه، واتقال لنا ان في دول واقفه معانا. لكن لو رجعنا بالزمن خطوه لورا وفتحنا الارشيف وبصينا على القرارات مش الشعارات، هنكتشف ان في مقعد فاضي دايما في المسرح، مقعد بيتبدل عليه اللاعب لكن الدور واحد. حلقه النهارده من المقعد الاخر، مش عن اللي بيظهر في الصوره قدامنا، ده عن اللي دايما قاعد من ورا الكاميرا. عمر ايران ما كانت عدوه لاسرائيل، لا النهارده ولا امبارح ولا من 80 سنه ولا بعد 80 سنه، وما يخصنيش انا البؤساء عقليا اللي مصدقين العداء ده. ايران مش دوله عربيه، وبالتالي هي مش جزء من الصراع العربي الاسرائيلي. تاني دوله ذات اغلبيه مسلمه اعترفت باسرائيل بعد تركيا. بعد مين؟ تركيا؟ بعد تركيا. هي كانت ايران في 14 ديسمبر 1950. الشاه رضا بهلوي كان شايف ان ايران واسرائيل ممكن يشكلوا قوه غير عربيه في منطقه العرب، وده حقه وما يخصناش كعرب، لانه ما كانش مقدم نفسه لينا انه حليف للعرب اصلا. البهلويه اصلا ضد العرب وضد اي نفوذ ليهم. عملوا اتفاقيه الرمح الثلاثي، عملوا خط ايلات عسقلان اللي شغال لحد النهارده ولحد اللحظه اللي بكلمك فيه، واللي بينقل النفط الايراني لاسرائيل، وده كان ماشي مع خط الصهيونيه العالميه لدعم كيان اسرائيل. في سنه 1953 لما محمد مصدق رئيس الوزراء الاكثر شعبيه في ايران حب يقرب من العرب ويتحالف مع جمال عبد الناصر وتنظيم الضباط الاحرار، اخذ قرار بتاميم النفط الايراني، لانه كان تحت ايد بريطانيا والام اي 6 والسي اي اي. نظموا العمليه اياكس للاطاحه بيه وتخلصوا منه، وقالوا عليه انه شيوعي وبيميل للاتحاد السوفيتي. وبعدين لا، ده اسلامي عايز يعمل قوه اسلاميه مع العرب تهدد مصالحه، واتهموه وقتها بالخيانه العظمى وحكموا. الوثائق دي تم الافراج عنها في 2013 عن طريق الخطأ، وفضحوا ازاي امريكا كانت مجنده ناس جوه الجيش ضد ايران وبتعمل لحساب اسرائيل، وهم اللي نفذوا اقتحام بيت مصدق، ورجع النفط تحت ايد بريطانيا وامريكا، واتعمل اتفاقيات كتير تامن لاسرائيل الغذاء والنفط. الشاه بهلوي حليف جيد للام اي 6 والسي اي اي، لكنه غلط غلطه عمره، افتكر نفسه بيحكم بجد وانه صاحب قرار، وجه في 73 حول مسار ناقله النفط لمصر لما السادات طلب منه، وهو كان صديق للسادات وبيحترم. بعد 600 الف طن نفط يقال انها حموله ناقله كانت معدل انها تروح اسرائيل، وتم تغيير مسارها، لكن سامي شرف نفى المعلومه دي وقال انها خرجت من ايران لمصر مباشره، وان كمان الشاه باع قطع غيار لطائرات الفانتوم المصريه لانه كان بيملك نفس الطراز الامريكي، بس ما فيش وثيقه اكيده للمعلومه دي. ازاي السادات اقنع بهلوي بالتصرف ده اصلا؟ ده اللي حكيته شهباناه وفرح ديبه، وقالت ان السادات اقنعه بان اسرائيل لو هزمت مصر هتتوحش في المنطقه وهتتوسع لحد ما تستولي على الخليج العربي الفارسي، وده هيخليهم يدخلوا ايران كمان، ولازم اسرائيل يكون ليها رادع وقوه تخاف منها. وده اللي غير راي بهلوي وخلاه يقف جنب مصر، وده اعلن عنه السادات بعد انتهاء الحرب. ما كانش من الذكاء وقتها ان الصهيونيه العالميه تعاقب بهلوي، لسه خارجين من هزيمه، وجولدا مائير وموشي ديان في حاله تقبل واتهامات من كل حدب وصوب، وحاله نشوه بيعيشها العرب ممكن جدا يتحالفوا مع ايران ضدهم، فكان لازم يرجعوا خطوه لورا ويفكروا بهدوء، والتفكير كان في اتجاه الاطاحه بحكم الشاه، بعميل جيد لكن اخطا، واستبداله بعميل تاني وهو النظام الاسلامي عن طريق روح الله الخميني، احد اوفى وانشط عملاء الام اي 6. لو عايزين نتكلم عن الخميني ورحله صعوده كانت ازاي، اكتبوا لي تم في التعليق. وبدات رحله تصعيد فكره حكم المرشد الاعلى وحكم الاسلام الشيعي، وفي نفس الوقت كان بيتصعد صيت الحركات الجهاديه وتنظيم الاخوان المسلمين عشان يبقى الجناح السني. ومن هنا بدا مسلسل الصراع السني الشيعي والفزاعه الشيعيه لحكام الخليج من اجل احكام السيطره على بترولهم والتفاف الناس في مصر وشمال افريقيا حوالين الناس بتوع ربنا اللي تواجدوا بكثافه في الارياف وفي المجالس المحليه والنقابات واتحاد الطلبه، وسيطروا على كليات من بابها زي هندسه اسكندريه كده، والتنظيم لصلاه الاعياد وخطب التراويح بين الركعات. كل ده كان بيحصل في مصر تحت رعايه السفاره الامريكيه والسفير الامريكي ايا كان هو مين، بس هو ابو الاخوان. بعد حكم المرشد الدور الايراني اصبح الالتصاق بالدول العربيه لتخريبها، على سبيل المثال وليس الحصر تخريب العراق ودور ايران في اسقاطها في 2003. مذكرات السفير الامريكي في عهد جورج دبليو بوش زلمي خليل زاد، وده امريكي من اصل افغاني، يحكي عن لقاءات دبلوماسيين امريكيين مع محمد جواد ظريف، وده السفير الايراني في الامم المتحده وقتها، وده اعلنت عنه وثائق ويكيليكس كمان. وكان اعلى تنسيق بينهم تعهد تنسيقي بعدم تعرض ايران للطائرات الامريكيه وفتح المجال الجوي، والتعاون الاستخباراتي عن طرق تقديم وثائق فيها اماكن وتمركزات الجيش العراقي، دخول فيلق بدر من الحدود الايرانيه العراقيه، وده الفيلق اللي حرق مخازن السلاح في الحدود العراقيه. اعادوا المعارضه الشيعيه اللي اشتركت في مجلس الحكم اللي شكله الامريكان. هل العراق قامت بقى بعد 2003؟ ابدا، وانتهت العراق. تقسيم لبنان بعد اجتياح اسرائيل الجنوب اللبناني تم اجبارها على الخروج، وهنا تدخلت ايران لاستقطاب شيعة لبنان من خلال بعض عملاء السي اي اي، وكونوا الاكذوبه اللي اسمها
حزب الله، واللي النهارده انهى دوره وكلل مسيرته بالنجاح في مهمته، وهي تسليم جنوب الليطاني لاسرائيل وتحقيق حلم ليفي اشكول بالاستيلاء عليه. خيانه سوريا، العلويه مذهب والشيعه مذهب تاني، لكن السذج روجوا للتضامن الايراني مع بشار الاسد على انه دعم ديني ضد السنه، ده خلى احدى الدول العربيه تدعم وتمول التنظيمات الارهابيه زي الجيش الحر وهيئه تحرير الشام، وبكده نفذت ايران دورها ببراعه وذبحت على قد ما تقدر في السنه، وخلت الجيش السوري يستنزف نفسه في معارك وهميه مع التنظيمات الارهابيه والاكراد، واستولت على نفط شمال سوريا لحساب امريكا. ولما جت ساعه الصفر اللي هي يوم 5 ديسمبر 2024 انسحب فيلق القدس لايران ومعاه ميليشيات الحرس الثوري، وكان المخطط اغتيال بشار واولاده على طريقه القذافي، ولكن الاستخبارات الروسيه بلغت بشار قبلها واخدته بطياره الى موسكو يوم 8 ديسمبر. نروح بقى للحرب الاهليه في اليمن. اليمن ده شعب في حاله، سنه ولا شيعه او عايشين وراضيين، ما شافوش السواد الا لما اتعمل حزب الاصلاح بتاع الاخوان المسلمين. وبعد فوضى الربيع العبري فجاه كده وبدون مقدمات ايران طلعت لنا بحاجه اسمها ميليشيا الحوثي الشيعيه، وقسمت اليمن ما بين شيعه معشماهم مع اعوانها من الام اي 6 والسي اي اي بحكم اليمن، وسنه بيتم التنكيل بيهم. واستخدمت الحوثي في كل اجندتها قصف مصافي ارامكو وتجدير السعوديه، محاوله اغتيال شخصيات اماراتيه من العيله الحاكمه، واخيرا تجدير قناه السويس واذيه اقتصاد مصر، وكل ده تحت ذريعه دعم غزه. السؤال بقى، هل اهل اليمن شافوا خير من بعد الانقسام ده وظهور الميليشيا الايرانيه؟ اكتبوا لي في التعليقات. يبقى هنا ايران سواء بحكم بهلاوي او بحكم المرشد لم تخدم احد في المنطقه الا اسرائيل، ولم يقدم وجودها دعما الا لاسرائيل، اذا هي دوله وظيفيه فقط لا غير، بالاضافه للاستثمار في تأجيج خلاف سني شيعي في المنطقه، وده خلق تنظيمات ارهابيه سواء سنيه او شيعيه، زي مثلا تنظيم ابناء غزوه بدر، التنظيم السني مع ميليشيا انصار الله في العراق وحربهم القبليه والاغتيالات تحت مبرر دين. وده حصل بشكل اوسع في الحرب الاهليه اللبنانيه، حرب عصابات بين الجيش اللبناني وحزب الله وحركه امل زي مواجهات 7 ايار 2008. لكن خلاص الخلاف السني الشيعي تم حلبه وتم استنزاف كل الجوانب اللي فيه، وبعض الجهات الاعلاميه صنعت من ايران حامي حمى الاقصى والقدس، فدورها انتهى بالشكل الحالي وما بقاش مطلوب استمرارها بالهيئه الدينيه وتتحول لهيئه تانية بشكل علماني مره اخرى. علشان لازم يكون في بديل في المنطقه، يبقى لازم نوجد البديل، والبديل هنا هو مين؟ تركيا، دوله سنيه راعيه الارهاب، حاضنه للتنظيمات، وجهاز مخابراتها ناجح جدا في عمليات النقل المرتزقه من سوريا لليبيا، من العراق لسوريا، من سوريا لمصر، ومن الدول الاوروبيه للدول العربيه. ساهمت في اسقاط سوريا وركوب العميل الجولاني، ومشاركه في تقسيم سوريا وتسليم الجنوب لاسرائيل، فلازقه بقى للدول العربيه. طيب مين بقى يهود اليوم ومين هم الاتراك؟ نرجع بقى للماضي. بني اسرائيل على صدق الفرضيه مثلا انتهوا من قرون، من وقت انتهاء السبي البابلي، والعرقيه دي لم تعد موجوده اصلا. طيب مين يهود اليوم؟ هم تجميع الاشكناز، ودي فئه تهودت وقت مملكه الخزر. تهود سياسي. يعني ايه تهود سياسي؟ مملكه الخزر اللي كانت في جنوب شرق اوروبا تركيا الحاليه قبائل من التتر الشمانيه، والشمانيه هي ديانه وثنيه، وكان شرقا يحدها الدوله الاسلاميه بتوسعاتها لحد بلاد فارس، وغربا النفوذ المسيحي الروماني والامبراطوريات. خاقان الخزر الملك بولاي قرر اعتناق اليهوديه سنه 740 ميلاديه للخروج من المأزق ده، لكن حفيده الملك عباديه اخذ طريق الاخويات والصهيونيه وخلى ارضه مكان لتجمع اليهود اللي بيطردوا من اوروبا ومن شرق روسيا، اليهود اللي اتهودوا. وبدات المملكه تتوسع وتجذب المتهودين اللي بعد انتهاء وسقوط مملكه الخزر رجعوا شرق اوروبا بصفه اليهود الاشكناز. مملكه الخزر اليهوديه اخذت فتره طويله لحد غزو روسيا لها سفياتوسلاف الاول بسبب محاوله استيلاء الخزر على جنوب شرق روسيا سنه 969 ميلاديه، وفي سنه 1050 ميلاديا انتهت تماما. في كتاب مهم او مرجع مهم موثق بوثائق تاريخيه من ارشيف الخزر لكاتب يهودي اسمه ارثر كوستلر، سماه السبط الثالث عشر، بيحكي فيه تفاصيل تانية مرتبطه بتحليل خرائط جينيه واعراق وانساب عائلات بيثبت فيها انه مفيش يهودي على وجه الارض منتسب لبني اسرائيل اصلا، انهم جميعا من نسل الخزر. وفي القرن ال 13 ميلاديا دخلنا في عهد ارطغرل الغازي وتكوين الدوله العثمانيه اللي لقت في اعتناق الاسلام آلية توسعيه لحدودها. يعني زي ما اليهوديه كانت وسيله دينيه لتحقيق غايه سياسيه، الاسلام اخذ نفس الطريق معاهم لحد ظهور الحاخام شبتاي تسيفي اللي حب يرجع الدوله ليهوديتها في القرن السابع عشر الميلادي. وفي ازمير ادعى انه المسيح المنتظر اللي هو المسايا واللي لازم يتبعه الجميع للخلاص. شبتاي كان مرتبط باخويه مهمه وقتها اللي هي بدايات الالوميناتي قبل جماعه ادم شبعون. الحاخام شبتاي هو مؤسس جماعه يهود الدونما، ودونما يعني مرتدين من اليهوديه للاسلام، ودي الجماعه اللي اظهرت اسلامها بينما كانت تمارس طقوسها اليهوديه سرا. طيب ليه؟ لان السلطان محمد
محمد الرابع لما حكم بالإعدام على شبتاي كان في حكم بديل، وهو إنه يتحول للإسلام، وده كان اقتراح لطبيب السلطان حياتي زادة مصطفى بيزا فندي، اللي هو مين؟ الطبيب اليهودي موسى ابن رفائيل، واحدة من العائلات اليهودية الكبيرة اللي بتعود نسبها لبنت خاقان الخزر يوسف ابن أرون، اللي اضطر إنه يعتنق الإسلام حتى يحافظ على منصبه كطبيب القصر والسلطان، وده منصب سياسي هام جدا وليه نفوذ عالية جدا. بقى الحاخام شبتاي هو محمد عزيز افندي الشيخ المسلم، اللي فتح جماعة الدنمة الطريق لهرتزل للوصول لبلاط السلطان عبد الحميد الثاني. انا عارف ان الموضوع مرهق ذهنيا، وانك لو مش متخصص وهتقعد تربط كل التفاصيل دي ببعض حاجة مجهدة جدا، لكن هي دي العلوم السياسية. كل شيء في السياسة ليها اصل تاريخي، وكل اسم في السياسة له اصل وفصل عشان تعرف توجهاته وسلوكه سببهم ايه. كل دولة لازم ترجع لتاريخها ونسبها وعرقياتها عشان تعرف تترجم افعالها وتتنبأ بمستقبل سلوكها معاك. وانا بحاول ابسط لكم الامور، والله الموضوع اعقد من كده بكتير. اليهودية يا عزيزي انتهت كديانة من زمان وتحولت لسلوك سياسي توسعي مالي بحت، استيلاء على الاراضي والذهب باعتباره عصب الاقتصاد، وهي الارض الخصبة اللي اتزرعت فيها الماسونية اللي هي صناعة كيان الظلام. ما بقتش موجودة كدين فقط، الديانة بقت وسيلة لتحقيق فكرة ومخطط، وكان سهل جدا التلون بين الديانات علشان يوصلوا لاهدافهم. يعملوا مسلمين وسلاطين وفاتحين ماشي، يعملوا باباوات ويترأسوا كنائس هامة برضه ماشي، المهم يوصلوا للهدف. ولو حبيت تفاصيل اكتر عن التواجد اليهودي في النسيج العثماني وازاي قدروا يتوغلوا في المنطقه، اكتبوا لي في التعليقات اليهودي العثماني وانا اعمل لكم حلقه مخصوص عنه. ولو عايزين مرجع تاريخي هتلاقي سقوط مملكه الخزر للمؤرخ اليهودي فلافيديوس مائير. انت محاط بيهم، مش انت بس، ده العالم كله محاط بيهم، بيديروا العالم حواليك، ومفيش قدامك الا انك تدرس ماضيهم علشان تتوقع مستقبلهم وتاخد اجراءاتك الاحترازيه. اسرائيل الكبرى مش مساحه جغرافيه، ده كيان عالمي بيوظف الاسماء والدول والكيانات والبنوك، في اللي بينتموا للكيان ده بالاصل والنسب والدين زي ايران وتركيا، وفي اللي بيتم استعباده وتوظيفه. واحنا في 2026 امام عمليه سحب عميل وتعليبه زي ايران ونزول الاخر زي تركيا. فانتبه للقادم، وإياك وحسن الظن بالعدو، لأن جملة عدو الأمس صديق اليوم مش مبدأ إنساني، دي ميكافيلية عادي لو اتبعتها. المهم تكون مصحصح. اللي سمعته مش دعوة للخوف ولا محاولة لزرع كراهية ولا حتى ادعاء لامتلاك الحقيقة المطلقة، ده مجرد تفكيك لفكرة العدو وتفكيك لفكرة الحليف وتفكيك للأدوار اللي توزعت علينا من غير ما نسأل مين المستفيد. التاريخ مش حكايات قديمة، التاريخ دليل استخدام للمستقبل، واللي ما يفهمش ازاي اتصنع عمره ما هيعرف ليه بيتعاد تشكيله. إيران كان الدور والدور انتهى والبديل اتحضر بدري، فقبل ما تصدق الخطاب وقبل ما تهتف وقبل ما تراهن على عدو عاقل أو صديق جديد، افتكر دايما في السياسة مفيش أخلاق، في مصالح بس، وده كان المقعد الآخر، لأن اللي مش قاعد على الكرسي غالبا هو اللي بيدير. ودائما وأبدا تحيا مصر، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وسلام عليكم.